السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم طب أبو المعاطي ونوم العاطي. فيلم الليلة يعني هو شخص عايز يوصل للهدف بأي طريقة كانت شرعي غير شرعي. هيعملها يعني هيعملها. اللي هو شخصية مين؟ محمود عبد العزيز اللي هو قايم بدور شخصية شيخون. كان شغال بقى إيه بارمان في خمارة بتاعت واحد يهودي. فاليهودي ده كان مسافر فقال لك انا اللي اشتريها، فمين اللي يساعده؟ راح لجوز اخته احمد بدير. اختلس فلوس واداها له. وهو في نفس الوقت لا كان في رقاصه شغاله نبيل عبيد. سلط عيلين عليها كده يعكسوها عشان يعمل هو ذكر قدامها ويقول لها يلا نتجوز، فهتصحى من النوم مش هتلاقي الصيغه بتاعتها، وهيشتري المحل فعلا وهيخلف منها ولدين. توأم مع واحدة يعني. العيال هتكبر بقى. هي دايما كانت نقمها منه. فكان جاي بقى ظابط جديد مجدي وهبة في المنطقة. مجدي وهبة عجبته نبيلة، ونبيلة برضه بصله هي كمان. فبدأت تروح له وبلغت عن جوزها اتمسك معاه بحشيش وودوه السجن واحمد بدير طلع بعد كده من السجن بقى يدور عليها ما لقاهاش. لغايه فين وفين على ما لقاها بلغ واحد كلف واحد انه يقتلها. وبالفعل قتلها وهو كان مراقب الموقف وقام دايسه بالعربيه هو كمان. و وخد الحاجات اللي هو سرقها منها. يعني خلى واحد مش قادر يقتلها لانه بيحبها. ماشي. او مش بيحبها. ما علينا، هو خلى واحد هو اللي يقتلها. وفي نفس الوقت هو قاتل اللي قتلها. هياخد بقى كل ثروتها تبقى بتاعته وبتاع، والعيال هتكبر هيشتغل في السلاح شويه. حتى شريكه اللي في الراجل العجوز اللي اجر منه المحل نصب عليه وقتله برضه في حادث أليم. وخد المحل كله بقى تحول من خمّرة إلى أسلحة وذخيرة. وبدأ هو مستورد السلاح الوحيد في البلد يعني. وعلى شأنه جدًا، جدًا بقى مع البوليس وبيروّض للحكومة وبيروّض أهالي وبيدوّر بنادق وكلام من ده. أخت مراته بقى أخت نبيلة عبيد كانت واحدة كده عندها بنت لعوب. البنت اللعوب دي هتلعب على واحد من ولاده، هتلعب على واحد من اللي هو شريف منير. فتقول له هتحمل منه، فغصبٍ عنه هيجوزها له. وادي الحفيد. التاني بقى هيحب بنت، والمفاجأة انها هتطلع مين؟ بنت مجدي وهبة. ومجدي وهبة كان في الفترة اللي هو كان في السجن فيها محمود عبد العزيز اتجوز نبيل عبيد. يعني فهو كان متأكد مليون المية ان محمود عبد العزيز هو اللي قتلها. فالموقف الاخير بقى احلى موقف بقى واحلى رسمه في الاخر كده، وهو قاعدين مع بعض بيقول له مش فاكرني يا شيخون. كان هيكون محمود عبد العزيز بقى لما كبر مش واخد باله من النظر، العتب عن النظر بقى بيقولوا العتب عن النظر والسن يعني. فهيكون هقول له انا عرفتك ومش عارف ايه. فبدل ما يطلع السلاح ويقتل مجدي وهبه، ابنه هيقف احمد سلامه في وش الطلقه، هو اللي هياخد الطلقه وهيموت. يعني هيموت ابنه. ده نهاية اللي يعني ايه اللي بيستحل الحاجة وبياخدها بأي طريق شرعي أو غير شرعي. الفيلم ده على فكرة فيلم قصة جميلة جدا جدا جدا. يعني وتسلسل الأحداث فيها سريع، مش بطيء بقى كده. لا وبعدين خدها على سنين ان هو يتجوزها، وبعد كده دخل السجن 10 سنين، وبعد كده طلع من السجن. ازاي يرجع ثروته تاني؟ قتلها ورجع الثروه. ازاي بعد كده الهدف التاني ازاي الثروه بتتسرسب من ايديه. واحده للبنت اللي هي بنت اخت نبيل عبيد. الثروه عماله تتسرسب منه. بعد كده يظهر له ابنه التاني احمد سلامه يحب مين؟ بنت مجدي وهبه. فيعني الطمع قل ما جمع يعني. الطمع قل ما جمع. ف قصة جميلة جدا جدا جدا. أدعوكم للمشاهدة، ومن على فكرة من أقوى وأحسن الأفلام اللي عملها محمود عبد العزيز. أنا عن نفسي بعز الفيلم ده جدا جدا جدا، وذكرياته جميلة معايا والله. حلو قوي يعني. أرجو لكم بالاستمتاع والمشاهدة الجيدة. مش هوصيكم بالاشتراك وحبايبكم وأصدقائكم. وخليكم معايا لتعرفوا على كل ما هو جديد وحديث. هتشوفوا بعد كده برامج جامدة جدا 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 هظهر فيها بنفسي، وهقول لكم على أحداث وممثلين خرافة ما كنتش معلومات عنهم ما كنتوش تعرفوها قبل كده خالص، وأنا على يقين بكده.
سلام مؤقت، وأرجو الاستمتاع بمشاهدة ممتعة. شكرا، السلام عليكم.